مرحبا. حركة نقطة مادية في الجملة القطبية المستوية، رياضيات سنة ثانية. طبعا المثال رقم 1. تتحرك نقطة مادية M على منحني مستوي بالمعادلة التالية. هيعطينا معادلة الحركة R تساوي A بلين 2 تتا، والمعادلة رقم 1، وتتا تساوي 3T المعادلة رقم 2. المطلوب تعيين شعاع السرعة في الجملة القطبية المستوية. الحل: تعطى السرعة بالعلاقة التالية، هي V شعاع تساوي المركبة الأولى اللي هي السرعة الطولانية VR بI شعاع الواحدة على المحور X، زائد السرعة العرضانية اللي هي V تتا بشعاع الواحدة على المحور Y G كبيرة. هاي الرسمة هون. الإحداثيات M تعطى بR وثيتا، طبعا ماشي على مسارها، وبشعاع سرعة هياته في كبيرة. أسقطت في إلى حللته إلى مركبتين عن بالإسقاط على المحور إكس، نزلت عمود من نهاية شعاع السرعة هياته، حصلت على في آر، ومن نهاية شعاع السرعة أسقطت على محور يوازي المحور واي، حصلت على في ثيتا. هاي هدول هن مركبات شعاع السرعة. بالنسبة للسرعة الطولانية تعطى بالعلاقة R فتحة، والسرعة العرضانية في ثيتا تعطى بR ضرب ثيتا فتحة. بدلت العلاقة 2 بالعلاقة 1، حصلت على R هياتها هون بدلالة الزمن T، واشتقيت تا بR فتحة، يعني أعطتني الفي آر اللي هي على T اللي هي السرعة الطولانية، واشتقيت الزاوية ثيتا اللي هي زاوية الدوران. ثيتا فتحة هي 3 مشتق طبعا الثيتا، واعطتني طبعا بعد التبديل اعطتني المركبة العرضانية هي معادلتها 3A بلين 6T. طبعا المعادلة 4 والمعادلة 5 بدلت تنوين بعبارة شعاع السرعة هياته هو المعادلة رقم 3، والتنظيم حصلت على معادلة شعاع السرعة المطلوبة اللي هي V شعاع تساوي A على T ب I كبيرة شعاع الواحدة في الجملة القطبية، زائد 3A بلين 6T بشعاع الواحدة على المحور Y في الجملة القطبية، المعادلة رقم 6. وبهذا الشكل أكون وصلت للمطلوب، وشكرا لحسن الاستماع.